السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أقدم لكم التحية من سمكاوية في ثروة سمكية. طيب يلا نخش في الموضوع على طول. عمو سيف طالب في كلية ثروة سمكية، وفي يوم كده قرر ان هو يساعد زمايله. هتعمل ايه يا سيف؟ هتعمل ايه يا عم سيف في ظل الغلا ده عشان تساعد زمايلك؟ انا اتفق على تدريب، ومش بس كده، لا، بوشكاش بيضحي من معهد علوم البحار. وفعلا راح عمو سيف لمعهد علوم البحار، وقعد كتير في مناقشات ومناورات، وسيف يجي يمين ويجي شمال ويطلع فوق وينزل تحت، وبعد شوية شقلباظات كتير قدر يوصل للهدف المنشود: تدريب محترم، شهادة معتمدة، ومش بس كده، بأقل الأسعار. بعد كده جه في يوم كده دخل عمو سيف على الجروب وقال لنا: اخواتي، انا مش بتاع تدريبات، بس جات لي صفقة تدريبات اقول لها لا؟ تاني، انا مش بتاع تدريبات، بس جات لي صفقة تدريبات اقول لها لا؟ لا طبعا يا اخواتي. وفعلا وصلني الإعلان واشتركت في التدريب، والصراحة كانت كل حاجة سهلة وبسيطة، والتفاصيل كانت بتنزل أول بأول. بعد طول انتظار بدأت تلات أيام في معهد علوم البحار في عتاقة في السويس عندنا. وكان التدريب عبارة عن ربط بين علم الميكروبيولوجي والوراثة والاستزراع المائي، طبعا القسم بتاعي قسم الاستزراع. طب الطب من غير ما اتكلم يعني، دي حاجة مفروغ منها. وجه اليوم الأول 27 أغسطس 2024، وكان اليوم ده موافق يوم تلات. وكنت أول مرة أشوف معهد علوم البحار، أول مرة أشوفه أساسا من جوه وأدخله. كنت دايما بعدي عليه من بره، وكان بابا بيحكي لي عنه، لكن إن أنا أدخله دي كانت أول مرة الصراحة. وطبعا خدنا كام صورة لليافطة بتاعة المعهد، وتصورنا قدام المعهد، وكمان اتصورنا قدام البحر، واخدنا تان محترم الصراحة. يعني لما تيجي تسألني انتي روحتي المصيف؟ لأ، بس انا روحت المعهد، عبارة عن رملة ومية وشمس حارقة. وبعد كده دخلنا اول محاضرة، كانت بتتكلم عن اساسيات الاستزراع. هتقوليلي: منا انت كنتي في استزراع سنة كاملة مش عارفة اساسيات الاستزراع؟ هقولك حضرتك، احنا ما كناش بس قسم استزراع موجود، ده كان معانا مصايد وسلامة وهندسة بحرية كمان. صراحة أنا استفدت، حتى لو كانت معظم المعلومات في المحاضرة دي كنت واخداها قبل كده، إلا إن في معلومات فعلا كانت جديدة عليا. وما تنسوش طبعا الأقسام التانية من مصايد وهندسة وسلامة، من حقهم يتعرفوا على القسم أكتر. أما المحاضرة التانية كانت عن أساسيات في الأمراض السمكية، ودي محاضرة استزراع وش، مع احترامي لكل الأقسام طبعا. صراحة كانت ممتعة، أنا بحب دايما شغل البيولوجي أكتر، والأمراض والتحاليل. كانت بالنسبة لي المحاضرة دي قيمة أكتر وحبيتها الصراحة، كنت نفسي محتواها يبقى أكبر من كده. وخلص اليوم التقديمي اللي هو أول يوم روحته، ونزلنا من المعهد واستقبلتنا الشمس الحارقة بكل ترحيب. أنا مش قادرة أوصفلك كمية الحر، بس الحمد لله عدت. وبكده يكون اليوم الأول ليا خلص. نيجي بقى على اليوم التاني واحنا برضو بنعيد نفس الموال: مواصلة تسلم مواصلة تسلم مواصلة، وبعد كده نروح للمعهد في الجو الصهد. وكان اليوم التاني 28 أغسطس 2024، وكانت المحاضرة الأولى عبارة عن الربط بين الاستزراع المائي والميكروبيولوجي، من حيث التحاليل وإيه الأعراض اللي بتظهر على السمك، وكمان أحدد اسم الميكروب من العرض اللي موجود على جسم السمكة، أو حتى طريقة العوم بتاعة السمكة. وبعد المحاضرة الشيقة دي والمعلومات الدسمة اللي خدناها فيها، طبقنا عملي على طول، ورحنا جبنا عينة من الحوض إن كانت سمكة أو مية، وكمان رحنا البحر خدنا عينة من المية، وأخدنا عينة من التربة اللي هناك. وبعد كده طلعنا المعمل وطبقنا الجزء العملي. لا 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 لا، دول الولاد واقفين وقفة عساكر عادي، ولا أكنهم في تدريب عسكري. ودي حاجة كمان نتعلمها، إن ثروة سمكية مش بتدي علم بس، دي بتعلم الانضباط. نوصل لأهم حاجة في اليوم ده، إن إحنا كمان طبقنا بإيدينا. يعتبر معظمنا أو كلنا اشتغلنا في المعمل. وتفتكر كده اليوم خلص؟ لأ، خدنا جولة في متحف علوم البحار، وصراحة كانت جولة جميلة جدا، وانبهرت بأشكال الصدف والسمك اللي كانت هناك، واللوح والشرح والشعب المرجانية والسلاحف، وكل دول كانوا متحنطين. تخيل! الله، مين عمو اللي في الصورة ده؟
اتكلمت عليه قبل كده، يا ريت تنزلوا في التعليقات تعرفوني مين ده. وبكده يكون خلص اليوم التاني. الصراحة على قد ما كان ممتع وأحسن يوم في التدريب، إلا إنه كان متعب بشكل. روحت البيت قعدت بقية اليوم نايمة. اليوم التالت الخميس 29 أغسطس 2024 يوم تسليم الشهادات. واليوم ده بدأناه بمحاضرة عن علم الجيناتيك عموما في الأسماك، والصراحة كانت محاضرة كبيرة جدا، وكنت أتمنى إن هي تتقسم على 3 أو 4 محاضرات من كتر المعلومات اللي خدناها فيها. والمحاضرة التانية كانت بعنوان Molecular Biology. يعتبر المحاضرتين دول كانوا أكبر محاضرتين في التدريب كله. كل المعلومات يعتبر ما خدتهاش قبل كده، لاني طبعا لسه صغيرة خريجة الا 3 سنين انتوا عارفين، ولكن حاولت على قد ما اقدر اكتسب اكبر كم من المعلومات اللي بتتقال. وطبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبعد كده خدنا الشهادات وتصورنا بيها طبعا. صحيح نسيت اقول لكم، مش احنا طلعنا في التلفزيون، والدكتور اللي كانت بتشرح قامت شرحت، وسيف قام اتكلم، ويوستينا كمان قامت قالت كلمة. انا بصراحة فخورة بيك يا يوستينا، من قسم استزراع القسم بتاعي، وقالوا كلام عظمة العظمة الصراحة. وبصراحة كنت فرحانة ان في حد مننا بيقدر يمثل كلية ثروة سمكية بطريقة محترمة وواعية وناضجة. وبكده خلص للأسف اليوم الثالث، وكانوا 3 أيام اتعلمت فيهم حاجات كتيرة وشفت صحابي، وكمان عرفت حاجات عن سوق العمل. وبجد أتمنى إن هما يتكرروا تاني، ويتكرروا أكتر من 3 أيام، ممكن أسبوع أسبوعين على حسب يعني. وفي الآخر أحب أشكر معهد علوم البحار والدكاترة اللي شرحوا لنا، وما ننساش عمو سيف. وبكده أقدر أقول لكم سلام.